السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. الفيديو زي ما حضراتكم قريتوا طبعا العنوان، حتة امتى اخلي الكهربائي يفتح السبوت. في طبعا مدارس كالعادة، زي ما بنقول في مدارس. في ناس بتخلي الكهربائي يفتح السبوت بعد بتاع الجبسون بورد، وفي ناس بتخليه يفتح والنقاش شغال. الاتنين تمام والاتنين كويسين، ما دام انا كمهندس بقدر اعمل كنترول على الفينش النهائي ما فيش مشكله. ولكن انا بعمل ايه وبفضل ايه وليه؟ كعادتنا بقول دايما الاتنين تمام لو الموضوع صح للطريقتين. لو في طريقه صح وطريقه غلط بقول دي صح ودي غلط. لو الاتنين بقول لك مدارس. لو واقول دايما بقول انا بفضل ايه في شغلي، وبقول لك ايه السبب. انا بفضل ان الكهربائي يشتغل قبل النقاش بعد ما الجبسون بورد يخلص. ليه؟ لان الكهربائي بني ادم، فوارد وهو شغال مطرح الكوبايه اللي شغال بيها في الشنيور ممكن تجرح حته. الفتحه نفسها ممكن الكرتون اللي موجوده بيبقى في الجبسون بورد يشردم معايا. فلو هو اشتغل بعد ما النقاش يخلص ويفنش، فطب افرض جرح حاجه، جرح مكان، طب هتبقى ايه المشكله؟ طبعا ابوظ الدنيا. بجانب ان لو في حاجه اتخبطت او حاجه يقدر النقاش وهو شغال يعالجها. النقاش يصنفر الحافه بتاعت السبوت نفسه اللي اتفتحت، لو مشردمه، لو كرتون بارز، لو حاجه هو يقدر ينعمها بحيث تبقى سهل. طيب ساعات بنلاقي بشوف بعض الناس بتخلي الراجل كمان قبل النقاشه يركب كمان السبوت وحطه في كيس. طب طب ما انا هقول لك حاجه، ما انت تشيل ده من ده يرتاح ده عند حبيبي. انت ليه بتحط السبوت اصلا وبعد كده ترجع تغلفه بكيس عشان ما يتعكش؟ لا، انت خلص وصلاتك خالص وركب كمان الشوكه بتاعتك، وبدل ما تلف ب 50 60 كيس على على السبوتات على الريسبشن، هات جوه انت واحد كيس للصنايعي بس. هو هيمسك السبوت هيركبه في الشوكه ويدخله بالمشبك بتاعه جوه جوه الفتحه بتاعته، وكان الله بالسر عليه. موضوع بسيط يعني. فربنا يبارك في حضراتكم ويجعل الدنيا كلها سهله وبسيطه. ومعادنا ان شاء الله مع فيديو جديد ازاي شطب شقتك. سلام عليكم.